يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا عباده. أحبتي في الله، مع ما تمر به الأمة اليوم من أحداثها الجسام العظام وليلها المدلهم، على الأمة أن تحافظ على تماسكها، على الأمة الإسلامية أن تحافظ على ترابطها، وهذا لا يأتي إلا بالتكافل وبالأمانة وبالصدق والمحبة فيما بينها. لكن اليوم بت أرى كثيراً من بعض المسلمين صفات تظهر عليهم هي والله للنفاق أكثر منها للإيمان. بعض الصفات تظهر علينا اليوم بين أبناء جلدتنا، تظهر بعض الصفات التي يتصف بها المنافقون والمنافقات والمشركون والمشركات. وللأسف صفة عظيمة انتشرت كثيراً، وخاصة في هذه الأيام، وخاصة في أحداث وفي فتن وفيما تمر به الأمة اليوم، ألا وهي صفة الكذب. يا عباد الله، أجارنا الله وإياكم من هذه الصفات. الكذب صفة ذميمة قبيحة. إذا كنا نقول بأن الخمر والمخدرات أم الخبائث، أقول فإن الكذب أبو الخبائث. الكذب أبو الخبائث، صفة ذمها الله تعالى كثيرا في القرآن. لك أن تقرأ سورة المرسلات كثيرا: ويل يومئذ للمكذبين، ألم نخلقكم من ماء مهين، إلى أن قال ويل يومئذ للمكذبين، ألم نجعل الأرض كفاة أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي، ثم قال بعدها ويل يومئذ للمكذبين. بل في بداية سورة البقرة قال تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. ولما سئلت عائشة رضي الله عنها، كما أخرج الإمام البيهقي، لما سئلت ما هي أقبح صفة كان يكرهها النبي صلى الله عليه وسلم، قالت الكذب. الكذب. وقال صلى الله عليه وسلم كما عند الإمام أحمد في مسنده، قال: إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم. اي والله، لك اليوم أن تشاهد على الساحة كم من الكذابين الذين يوعدون أمتهم ويوعدون بلادهم بالخير والنجاة. لك اليوم أن تشاهد على الأحداث الضارية العظيمة كل يوم يتحول الكذب من موضوع إلى آخر. يوم يقول لك نحن نريد أن نحافظ على السلام في المنطقة، ويوم يقول لك أنتم إرهابيين، ويوم يقول لك أنتم ما عندكم القوة والسلطة حتى تستطيعوا أن تخرجوا الخيرات من بلادكم، وعليكم أن تستعينوا بنا نحن دول الكفر ونحن دول الضلال والغواية. هم لا يقولون هذا، لكن هذا هو لسان المقال والحال عن هؤلاء، يبررون تصرفاتهم وكذبهم المتحول. لذلك الكذب هو من علامات المنافق. الكذب هو الصفة العظيمة الجسيمة في المنافق. قال صلى الله عليه وسلم: من علامات المنافق وصفاته 3: وإذا حدث كذب. وقال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. بل قال الله تعالى عن هؤلاء المنافقين بأن سبب نفاقهم وطمس قلوبهم هو بسبب كذبهم.
قال فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. اليوم الكذب في كل ميادين الحياة، بل قال صلى الله عليه وسلم إن من علامات الساعة أن تظهر الفتن ويكثر الكذب. اليوم الكذب في التجارة، قال صلى الله عليه وسلم 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. منهم التاجر الذي ينفق سلعته بالحلف الكاذب، يحلف على السلعة يكذب. اليوم الكذاب هي أشد صفة تمر على الإسلام والمسلمين. أتدرون لما؟ يعني يا شيخ الكذب هو أشد من جرم الزنا؟ الكذب أشد من الزنا؟ نعم، الكذب مع عدم تقليل الزنا، لكن عند المقارنة نعم، الكذب أشد من السرقة. نعم، الكذب مرض نفسي، مرض يتعلق بطبيعة الشخص ومعتقداته وحياته التي تربى عليها. الصغير لا يكون زانيا، الطفل الصغير هل في صغير يزني؟ لكن الصغير قد يكون كاذبا، وهنا تتولد الشرارة. الكذاب هو شخص متحول يدخل في كل مجالات الحياة. الزنا زنا واحد، الزاني هو شخص، السارق هو شخص واحد يسرق من أجل المال، لكن الكذاب هو شخص متحول يبدأ من الصغر عندما يكذب على والديه، ثم يترقى يكذب في المدرسة، ثم يصبح جاسوسا. من الكذاب؟ الشخص الذي يخفي الحقائق إما لدفع مضرة أو لجلب مصلحة، صح ولا لا؟ معتقدات عند هذا الكذاب أن يتحصل على منفعة. خذ منه تفصيلات كثيرة. هذا الكذاب يكون جاسوس، يخفي الحقائق، يخفي الحقائق. ورأينا عند إخواننا في غزة بعض الكذابين المنافقين من خان القضية، وما زال البعض اليوم يكذبون على وسائل التواصل الاجتماعي. نفس الشيء، يكذب، يطعن في حياتنا ويطعن في مقاومتنا ويطعن في إخواننا الذين يبذلون الغالي والنفيس من أجل قضيتنا. يقول لك هؤلاء ليسوا جهاد، لا والله هم جهاد. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، ونحن علمنا هؤلاء المنافقين. يكذب في حياته، يقذف. الكذاب يقذف. من هو الشخص الذي يقذف الناس؟ هو الشخص الكذاب، يطعن في أعراض المسلمين. قال تعالى والذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات ثم لم يتوبوا فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. الكذاب لا تقبل له شهادة. الكذاب يبيع عرضه ويبيع أرضه ويخون بلده لأنه كذاب. لماذا؟ لأنه يخفي الحقائق، خبي الحقيقة. الكذاب تجده اليوم في حياتك. ومن أفضل ما تفعل مع هذا الكذاب الذي يروي القصص، كل مرة اسألوا عن هذه القصة التي يتكلم لها وانظروا التحديثات الجديدة. اليوم تكون جالس في مجلس وفي مكان تعلم بأن هذا الشخص يكذب. إيش مبرر الكذب؟ لا أعلم، من أجل مصلحة أو دفع مضرة أو من أجل علو. كل فترة اسألوا عن هذه القصة التي رواها نفسها، لأنه ما عنده أرضية. وشوف التحديثات الجديدة على هذه القصة. لماذا؟ لأن الكذاب شخص متحور، لا أمان للكذاب. أعظم صفة كرهها الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم هي صفة الكذب. أعظم الكذب على الله تعالى. اليوم نفتي للناس بالضلال، اليوم ينكر شيء من الدين بالضرورة كذبا. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. اليوم مجالات الكذب كثيرة للأسف في حياتنا. مواعيد، اليوم تتفق مع واحد يشتغل لك شغل ولا عمل، تأخر يوم يومين ويصير يبرر. والله شيء يؤلم القلب. اليوم تروح على محل تشتري شيء معين، يغش، يبيعك الشيء الثمين، يبيعك الشيء الرخيص بشيء كثير ويغش عليك. أعظم صفة اليوم هي صفة الكذب التي كرهتها الأمة. وما وصلت الأمم
إلى هذه المواصيل والله إلا من وراء الكذب، بل لم تقم الحروب في العالم إلا بسبب الكذب والوعود الكاذبة التي تنطلي اليوم على الكثير. وما زال بعض الكذابين اليوم يروجون على المسلمين ويضعفون هممهم من أجل مصالح الدنيوية. اليوم من هو الكذاب؟ شخص يريد مصلحة يروج على الناس. رأينا قبل أسبوع كيف البعض على الريلزات والتويتر وغيره حسس المسلمين أنه خلص ستنقطع الحياة وسينقطع الأكل، فبدأ بعض التجار يبيع البابور ب100 دينار. جزء البعض ما بيعرف البابور، أولادنا أطفالنا الصغار ما بيعرف إيش البابور. ب100 دينار باعهم التجار. هؤلاء التجار الذين تجلس معهم كل فترة يقول لك يا شيخ والله الحكومة رفعت علينا الضرائب، لأن مثل هؤلاء الله لا يكسك، خلي الحكومة ترفع عليك الضرائب، لأنك أنت لو استلمت في هذا البلد أنت ستقود الأمة إلى الويلات. يا شيخ والله الله يعيننا، ضرائب كثير والحكومة سخطتنا. أنت سخطت الناس أولا قبل أن تسخطهم الحكومة، ولا أمر الحكومة برفع الأسعار ولا غيرها. لكن هذا إذا قيس بهذا وهذا، واليوم يقول نفسه رحمة على الناس كذبا وزورا، يقول لك سكروا الهرمز ومش عارف ايش، كله كذبا وزورا وبهتانا، نسأل الله العافية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، وقال التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لذلك لا نجاة للأمة أحبتي اليوم إلا بالصدق. 3 الذين تخلفوا في غزوة تبوك 3: كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، ما نجاهم إلا صدقهم، وذكرهم القرآن في آيات تسطر إلى يوم القيامة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لا نجاة اليوم أحبتي في حياتنا إلا بالصدق، إلا بالصدق في أفعالنا وفي حياتنا وفي كل ما نفعل حتى ننجو بإذن الله. فإذا كان الصادق سيسأل يوم القيامة بين يدي الله، كما قال الفضيل بن عياض: وقال تعالى: ليسأل الصادقين عن صدقهم. قال: إذا كان الصادق سيسأل عن صدقه يوم القيامة فما بالكم بالكاذب؟ وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين، ويجعلنا وإياكم يستمعوا القول فيتبعوا أحسنه. قولوا قولي هذا